ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. طول عمري بحب ادرس ازاي الواحد يبقى ناجح، ودايما بحب ابص على الناس الناجحة واشوف ايه الحاجات المشتركة ما بينهم. انا عندي شغف دايما بدراسة الناس الناجحة ازاي بقت ناجحة. اغلب الناس في اي مجال ايا كان بتكون عادية او اقل من العادي كمان. من صفات الناس الناجحة إن دايما بيكون عندهم وضوح ورؤية، بيعرفوا يفكروا على المدى البعيد، بيعرفوا يفكروا لمدة 5 سنين و10 سنين كمان، بيبقوا عارفين هدفهم إيه والمفروض يوصلوا لحد فين وإمتى وإزاي. بيعرفوا يخططوا تخطيط طويل المدى، بيعرفوا يخططوا لكام سنة قدام بمعنى أصح. عندهم روتين بيبدأوا بيومهم وبيكون روتين مفيد. أيوة، أول ساعة في اليوم بتأثر على يومك كله، وعلى حسب ازاي بتستغلها. هل بتقوم تغسل وشك واسنانك وتعمل شوية رياضة وتشرب قهوتك، ولا بتصحى تشوف الموبايل وتقعد تتفرج على التلفزيون وخلاص؟ لو سافرت الدول المتقدمة هتلاقيهم دايما على الفجرية كده الساعة 5 أو 6 بيلعبوا رياضة، بعد كده يطلعوا ياخدوا دش ويروحوا على شغلهم في طاقة، في نشاط، في حيوية. فالروتين ده مهم جدا عند الناس الناجحة. ولو عايز تعرف معلومات أكتر عن الروتين، شوف الفيديو اللي بيقول ليه الروتين اليومي مهم وازاي بيأثر عليك. الناجحين بيعرفوا يفكروا بره الصندوق، بيعملوا حاجات دايما اغلب الناس ما بتعملهاش. مش معنى كده انهم بيعملوا مثلا حاجات غير قانونية، زي مثلا انهم يتاجروا في العملة او يتاجروا في المخدرات او يتاجروا في السلاح. لا 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 لا. هم بس بيبقوا ناس مبدعة، تعرف تفكر دايما افكار غير تقليدية عن باقي الناس. دايما بيكون تفكيرهم كبير، بيبقوا نفسهم يبقوا حاجة كبيرة، نفسهم يبقوا حاجة عظيمة كده. الناس العادية بتخاف حتى انها تفكر تبقى حاجة عظيمة، لكن لا، الناس الناجحة عندها الشجاعة في انها تفكر تفكير كبير، انها تبقى حاجة عظيمة، حاجة ملهاش زي، انهم يبقوا حاجة استثنائية، انهم يفتحوا مشاريع كبيرة، بزانس كبيرة، ان هم يبقوا دايما في القمة. دايما بيكون عندهم تركيز شديد، تركيز كده شديد زي الليزر. بيعرفوا يركزوا في حاجة واحدة بس، بيرتبوا الطاقات بتاعتهم والتركيز بتاعهم واهتماماتهم ووقتهم وكل حاجة. مش بيقعدوا يشتتوا نفسهم وخلاص، يروحوا هنا وشوية يروحوا هنا وشوية يروحوا هنا، ويضيعوا في الطاقة بتاعتهم من غير أي لازمة، ويضيعوا في وقتهم من غير أي لازمة. لأ، لما بيركز في حاجة بيهتم بتفاصيلها كلها، من أكبر حاجة فيها لأصغر حاجة فيها. لأن إتقان العمل أو النجاح أو علشان تعمل حاجة واو كده لازم تهتم بالتفاصيل فيها، من أكبر حاجة لأصغر حاجة، والتفاصيل الصغيرة بالذات بتفرق. عارفين إزاي يحفزوا نفسهم من جوه، ما بيستنوش حد يحفزهم أو يشجعهم على اللي هما بيعملوه. لأ، دايما طول الوقت عايزين يوصلوا لحاجة، عايزين يحققوا حاجة. ما بيستنوش حاجة تشجعهم من بره أو أي حد تشجعهم، لا أشخاص ولا ظروف ولا أي حاجة. بيبقوا مدمنين شغل، بيقولوا كده عليهم بالانجليزي workaholics، زي alcoholics كده. خلي بالك، هي دي ميزة وعيب في نفس الوقت. يعني من عيوب طبعا ان الواحد يبقى مدمن شغل ان هو بيحس بالاكتئاب، بيأثر في واجباته الاجتماعية، ما بيحضرش افراح، ما بيقابلش اصدقائه، ما بيديش وقت لهواياته. بس لو الواحد بقى workaholic فعلا او مدمن شغل بيبقى حرفيا ناجح. يعني هو ميزة وعيب في نفس الوقت. ممكن اتكلم عن عيوب الموضوع ده في حلقة تانية بعد كده. دايما الناجحين اللي بشوفهم بيبقوا حرفيا مدمنين الحاجة اللي هما بيعملوها، ممكن يعملوها كل يوم طول الاسبوع وما يحسوش بزهق او ملل. الناجحين مش بيستسلموا بسهولة، بيقعوا ويقوموا تاني، يقعوا ويقوموا تاني، يقعوا ويقوموا تاني، عادي جدا. بيقدروا يتحملوا فكرة انهم لسه ما وصلوش للهدف بتاعهم، ما بيحسوش باكتئاب او حزن لو وقعوا، عادي، يعني ايه المشكلة، نقوم تاني. فاغلب الناس ما بتعرفش تستحمل الموضوع ده، ان هما يقعوا ويحاولوا يقوموا تاني. اغلب الناس من اول مرة ما بتقع فيها خلاص بتبطل، لكن لا، الناجحين ما بيعملوش الكلام ده. دايما بيكون عندهم تفاؤل، دايما تفكيرهم ايجابي. انا قلت قبل كده ان التفاؤل والايجابية عموما بتخلي الانسان صحته كويسة وناجح اكتر ومبدع اكتر. لكن اول ما الواحد بيبقى سلبي وتشاؤمي
صحته ما بتبقاش حلوة، ما بيبقاش ناجح ولا بيقدر يوصل للي هو عايزه. دايما بيكون عندهم شغف في الحاجة اللي هم عايزين يعملوها. الشغف مهم جدا جدا، مش حاجة رفاهية، لا، ده ضروري، لانه هيوصلك للحاجة اللي انت عايزها واللي انت هتبقى ناجح فيها، وبالتالي هتفيدك ماديا كويس جدا. وابقى شوف فيديو انا عامله موجود عن الشغف. الصفة دي غريبة اللي انا هقول عليها دلوقتي، ممكن تكون اول مرة انت سمعتها قبل كده. الناجح لازم يكون اناني. اه، الناجح ما بيخافش ان الناس تقول عليه اناني، دايما بيعمل كل حاجة لصالحه، ما بيهموش الناس اللي حواليه، دايما مجاله او شغله هو اللي اهم، بيديله كل وقته او معظم وقته، مش كل وقته. انهم بيحطوا قيمة عملاقة، لازم في اي حاجة انت بتعملها تحط قيمة عملاقة. تفتح مثلا عيادة تعالج بيها الناس من مرض معين، تعمل مطعم بيقدم اكل، والاكل ده طبعا ضروري علشان الناس تعيش، عامل سوبر ماركت برضو اللي بيقدم اكل علشان الناس تعيش، بتشتغل بقى في البرمجة، بتعمل موسيقى. وطبعا الفن بيفرق في حياة الناس جدا، بينقلهم لعالم تاني وممكن يلهمهم بأفكار جديدة. فلازم تقدم قيمة عملاقة. لو انت مش بتقدم قيمة عملاقة، اتأكد ان انت مش هتوصل للنجاح اللي انت عايزه. مش بيقعدوا يضيعوا وقتهم في التفكير، مش بيقعدوا يضيعوا وقتهم في التفكير الكتير وانهم يتكلموا كتير، لا، بيفكروا اقل ويبدأوا في التنفيذ على طول، وواحدة واحدة هيتعلموا، خطوة بخطوة هيوصلوا للي هم عايزينه. مش بيقعدوا يتكلموا ويضيعوا وقتهم وطاقتهم في الكلام وفي التفكير وفي التخطيط. دايما بيكونوا حابين الحياة كده، دايما طول الوقت صاحيين مبتسمين، عندهم كده حب للحياة كده، وانهم عايزين يخلوا الحياة اجمل واجمل، عايزين يخلوا الناس سعداء اكتر، عايزين يطوروا من نفسهم ويطوروا من الناس ويبقوا احسن نسخة من نفسهم. انهم بيعرفوا ايه المهارات المطلوبة منهم في الشغل اللي هم بيعملوه، او في الحاجة اللي هم بيعملوها ايا كانت، رياضة، فن، تمثيل، طب، برمجة، اي حاجة، بيبقوا عارفين ايه المهارات المطلوبة، ودايما بيطوروا من مهاراتهم اول باول، وبيقروا في مجالهم اول باول، بيقروا كل حاجة جديدة في مجالهم. لو انت ممثل، لازم تبقى عارف ايه المهارات المطلوبة علشان تكون ممثل قوي. لو انت دكتور، لازم تبقى عارف ايه المهارات المطلوبة منك علشان تكون دكتور قوي. لو انت موسيقي، لازم تبقى عارف ايه المهارات المطلوبة منك علشان تعزف حلو وتصمم موسيقى حلو. دي كده كلها الصفات المشتركة ما بين الناس الناجحة. اكتب كل الصفات دي اللي انا قلتها في ورق، وشوف ايه الصفة اللي ناقصة عندك منهم، لان لازم الصفات دي كلها تكون موجودة جواك علشان توصل للنجاح اللي انت عايزه. لما تلاقي بعد كده حد ناجح واخده ليك كمثال ونفسك تبقى زيه، ما يكونش هدفك ان انت تبقى زيه بالظبط، لا، تكون احسن منه كمان. ليه؟ لان الناس العظيمة، الناس الناجحة اللي سابت فعلا بصمة في العالم ده، كانت لما شافت مثال وبتحاول تقلده، كان هدفها انها تبقى احسن منه، مش تبقى زيه بس. يا رب يكون الفيديو ده فادك فعلا. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، سلام.